ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم نص كيلو طحينه بس بمعلقه طحينه واحده بس. هبدا معاكم المكونات ونقول بسم الله. انا هحتاج هنا نص ليمونه، فصين توم، ميه مغليه، طحينه، رغيفين 2 عيش شامي. وهوريكم الطريقه. هنقطع كده كل رغيف يعني لجزئين او 4/4 عادي، بس انا عملته نص رغيف، كل نص لوحده، وحطيت الميه المغليه وهغطيهم وهركنهم على جنب. وبعد كده هبدأ بقى ده الشغل ده يبقى بقى ايه في الخلاط. الفصين توم انا فرمتهم وحطيتهم اهم، ونص الليمونة كمان بعصرتها عليهم. وهحط بعد كده خل. هحط معلقة، يعني معلقة ونص، معلقتين، على حسب المزازة انتوا بتحبوها ازاي. يعني انا حطيت معلقة واحدة بس انتوا ممكن تحطوا معلقتين او معلقة ونص. وهحط شوية فلفل اسمر صغيرين، وشوية ملح بكمون، ملح على كمون كده برضو يجي نص معلقة. عايزين يا حبايبي تحطوا برضو شطة عادي جدا حطوا، بس انا بحب احط بابريكا. البابريكا بتديها لون كده، بس ما بحبش احط الشطة علشان ولادي يحبوش الشطة. هنا بقى حطيت معلقة واحدة بس طحينة خام، دي معلقة واحدة بس طحينة خام. هنا بقى هصفي منها شوية مية عشان انا لقيت في ما شربتش المية، بس بشيلها على جنب، ولو عوزتها بحطها، ما عوزتهاش خلاص بكبها، ملهاش لازمة. وهنزل بالعيش على المكونات في الشفشق بتاع الخلاط او بالهاند بلندر، بس الشفشق احسن، هيفرم احسن، وهتلاقي كل المكونات امتزجت مع بعض. ودلوقتي انا حطيت كده يعتبر كل مكوناتي. هضرب بقى في الخلاط على السرعة العالية، يعني هحطها سرعة هادية وبعد كده سرعة عالية. وشوفوا بعد ما ضربتها معايا، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، شبه الطحينة بالظبط بتاعت المشويات. يعني انا دقتها بصراحة جميلة جدا جدا جدا. هوريها لكم. انا دلوقتي جبت الحافظه اللي انا هحطها في التلاجة وفضيتها كلها. شوفوا يا حبايب قلبي، الحافظه اتملت بجد بجد، يعني اهي قدامكم اتملت واتقطع نفس طعم طحينه المحلات المشويات. نحطها بقى على سندوتشات وتبقى جاهزه معانا. بتتحط في التلاجة على فكره، مش يعني اسبوعين، ممكن اكتر. بس بجد بجد هتعجبكم، ويا رب ما تنسوش الاشتراك في قناتي. شكرا.